ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. انا هبه، وان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض قرص السكر والسمسم، قرص المخابز زي ما احنا بنشتريها بالظبط وكمان احلى. زي ما انتم شايفين كده الجمال والحلاوه بتاعه القرص، بجد جايبه لكم بقى ايه كل الخطوات والتريكات بالظبط اللي هتطلعها معاكم كانك جايباها من المخبز، مش هيصدقوا ان انت عاملاها في البيت. عايزاكم تتابعوا الفيديو لغايه الاخر عشان انا شارحه كل التريكات وكل الخطوات بالظبط واحده واحده. هتطلع معاكي القرص بالمنظر ده، عشان احنا بنعمل خطوات كده غلط واحنا بنعملها بتطلعها معانا زي العيش او زي عجينه البيتزا او زي القرص الفلاح الطريه. فاحنا بنعمل الحاجات دي غلط واحنا بنعمل القرص، بالذات قرص السكر والسمسم. تمام؟ فانا عايزاكم بقى تشوفوا الفيديو لغايه الاخر عشان انا عامله كل الخطوات اللي هتطلع معاكي القرصه زي القرص المخابز بالظبط. انا عايزه اوريكم قلب القرصه عامل ازاي من جوه. شايفين القرصه من ازاي من جوه؟ شايفين عامله ازاي؟ بجد شايفين الحشوه سايحه ازاي من جوه؟ بجد عاملين كده حشوه كده ظريفه وجميله. يا رب تشوفوا بقى الفيديو عشان تعرفوا سر الخلطه اللي احنا عاملينها، ما اقولكوش كمان على الريحه عامله ازاي. يلا بينا نبتدي، بس عايزين قبل ما نبتدي نعمل اللايك والسبسكرايب ونفعل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. يلا بينا بقى نبتدي ونشوف القرصه الحلوه دي عملناها ازاي. يلا بينا، بسم الله. يلا بينا بقى نشوف مكونات النهارده عباره عن ايه. هنعوز هنا 3 كوبايات من الدقيق، انا حاطه عليهم نص معلقه صغيره من بيكنج باودر، وطبعا حاطين هنا رشه الملح بتاعتنا، انا بحطها طبعا على الخليط بتاع الدقيق بتاعي. هنعوز هنا نص كوبايه زيت على سمنه، الاثنين على بعض، الكميه كلها نص كوبايه. عايزه تعمليها كلها زيت مفيش مشاكل، خلاص كده. انا عندي هنا معلقه كبيره من الخميره، معلقتين كبار من السكر. وبعد كده هنشوف بقى الخلطه بتاعتنا بتاعت القرص عباره عن ايه. هنعوز هنا 3/4 كوبايه من السكر، عليهم معلقتين كبار من القرفه، هنعوز ميه ورد، وطبعا للوش هنعوز سمسم. انا السمسم اللي عندي انا جايباه عادي مش محمصاه ولا اي حاجه. خلاص كده المكونات بتاعتنا. يلا بينا نبتدي ونشوف هنعمل ايه. انا حطيت البيكنج باودر ورشه الملح بالمنظر ده. هبدا احط كمان السكر. انا هحط هنا حوالي معلقه كبيره من السكر، المعلقه التانية هحطها هنا عشان احط عليها الخميره. هحط هنا معلقه الخميره، وبعد كده هبدا ازود ميه حوالي ربع كوبايه ميه. الميه دي دافيه مش سخنه بالمنظر ده كده. هسيب بقى الخميره تجهز. هبدا اجهز بقى الدقيق بتاعي. بسم الله. انا هبدا دلوقتي احط السمنه والزيت على الدقيق. هبدا بقى ادخل كل ده مع بعضه كويس. زي ما احنا شايفين كده الدقيق بتاعي جاهز. بسم الله. وزي ما احنا شايفين ما شاء الله الخميره بقت عامله ازاي، بقت جاهزه. هبدا احطها دلوقتي على الدقيق بتاعي. هبدا دلوقتي احط الخميره. انا هعوز الكوبايه تاني عشان ازود ميه. هنحتاج هنا كوبايه ميه كمان عشان العجن، دي ميه دافيه المنظر ده كده. هبدا دلوقتي اعجن بقى العجينه بتاعتي، وبعد كده ننزل بالميه لغايه ما نشوف الملمس بتاع العجينه بتاعتنا بقى جاهز. انا عايزه العجينه بتاعتي ما تبقاش ناشفه خالص، تبقى طريه بس سنه بتلزق في الايد، بس مش كتير، يا دوبك سنه بسيطه. هبدا ازود الميه لغايه ما اوصل للسمك بتاع العجينه اللي انا عايزاه، وهنشوفها مع بعض.
زي ما احنا شايفين ما شاء الله، شايفين العجينه عامله ازاي؟ بجد تحفه جدا وطريه خالص. انا هبدا بقى دلوقتي اسيبها ترتاح شويه على ما نبدا نعمل الحشوه بتاعتنا، وبعد كده نرجع بقى تاني نشوف هنعمل ايه تاني. زي ما احنا شايفين ما شاء الله العجينه بتاعتي عامله ازاي وفيها سنه، بصوا بتلزق ازاي في الايد. خلاص تمام كده، انا هسيبها بقى دلوقتي ترتاح شويه على ما نبدا نعمل الحشوه بتاعتنا. بسم الله. هنبدا بقى دلوقتي نجهز الحشوه بتاعتنا. انا عندي هنا 3/4 كوبايه من السكر، وعندي معلقتين كبار من القرفه، هحط عليهم القرفه على السكر بالمنظر ده كده. يبقى انا حطيت 3/4 كوبايه من السكر، حطيت عليهم معلقتين كبار من القرفه. لو انت مش عايزه تحطي القرفه براحتك، بس هي بصراحه انصحك بيها، بتدي طعم حلو جدا للحشوه بالمنظر ده كده. وكمان لو انت عايزه تحطي مكسرات برضو تبقى حلوه جدا. انا المره دي مش هحط مكسرات، احنا هنعملها بس بالسكر والقرفه. انا قلبت كويس السكر مع القرفه بالمنظر ده. هبدا احط ميه الورد، هحط معلقه كبيره حسب ما انا محتاجه. هحط الاول معلقه واشوف هحتاج تاني ولا لا. كده معلقه ميه ورد، احط كمان واحده بالمنظر ده، وابدا اقلب كويس الخليط بتاعي. زي ما احنا شايفين السكر عامل ازاي. انا كده خلاص الخليط بتاع الحشوه بتاعتي جاهز. هبدا دلوقتي اجيب العجينه بتاعتي عشان نبدا نقطعها مع بعض. بسم الله. وزي ما احنا شايفين ما شاء الله العجينه بتاعتنا مفيش احلى من كده، ما شاء الله تحفه. انا هبدا دلوقتي اقطع العجينه بتاعتي على قد. وزي ما احنا شايفين العجينه بتاعتي ما شاء الله خلاص ارتاحت شويه، هي ما خمرتش لسه، يعني حاجه بسيطه. هبدا دلوقتي اقطعها زي ما احنا شايفين بالمنظر ده كده على قد حبه الليمون. زي ما احنا شايفين انا كده خلاص خلصت العجينه وقطعتها. هنبدا بقى نجيب الحشوه عشان نبدا نحشي الحشوه بتاعتنا. بسم الله. انا هبدا دلوقتي احشي القرص بتاعتي. انا عندي الحشوه بتاعتي القرفه والسكر، وعندي السمسم زي ما احنا كنا شايفينه في اول الحلقه كان ابيض. انا يا دوبك حطيته على النار بس كده من غير اي حاجه 5 دقايق بس ياخد لون خفيف بالمنظر ده ويبقى متحمص عشان يبقى ريحته وطعمه حلو معايا. انا جبت الصاج بتاعي وحطيت عليه ورقه زبده. هبدا دلوقتي نحشي القرص بتاعتنا بالمنظر اللي احنا هنشوفه مع بعض. زي ما احنا شايفين انا كده خلاص خلصت الكميه الاولانيه، فردتها بالمنظر ده وحشيتها. هبدا دلوقتي اسيبها بقى حوالي نص ساعه، ساعه الا ربع لغايه ما تخمر معايا. وبعد كده هبدا ادخلها الفرن على درجه حراره 200 اعلى حاجه عندك. الفرن يبقى سخن قبل ما تدخلي القرص بتاعتك لغايه ما تحمر. هتسيبيها حوالي تلت ساعه، اقصى حاجه نص ساعه، ومن فتره لفتره تبصي عليها عشان ما تتحرقش. انا هبدا دلوقتي اسيبها تخمر وبعد كده ندخلها الفرن ونرجع تاني بقى نشوف شكلها بقى عامل ازاي لما نيجي نطلعها من الفرن.
بسم الله. وزي ما احنا شايفين ما شاء الله انا سبتها لغايه ما خمرت خالص زي ما احنا شايفين كده. انا هبدا دلوقتي ادخلها الفرن، وزي ما احنا قلنا هسيبها حوالي من تلت ساعه نص ساعه اقصى حاجه لغايه ما تتحمر خالص، ودرجه الحراره تكون اعلى حاجه على درجه 200 علشان ايه تستوي كويس من بره ومن جوه. يلا بينا بقى ندخلها الفرن وبعد كده تستوي نرجع تاني نشوف شكلها بقى عامل ازاي. زي ما احنا شايفين انا كده طلعتها من الفرن ما شاء الله. هكمل بقى كل الكميه ونرجع تاني نقدمها مع بعض. وزي ما احنا شايفين انا كده خلاص خلصت الحلقه بتاعتي اللي عملنا فيها احلى قرص بالسكر والسمسم. يا رب تجربوها بجد، ما اقولكوش الريحه بتاعت السكر والقرفه قلب البيت ازاي، بجد ريحتها تحفه. بجد وقت ما بعمل القرص دي بتخلي البيت ريحته حلوه قوي ما شاء الله، وكمان بتدفي البيت. احنا في الشتاء ومتكتكين بقى، فبتخلي البيت دافي ما شاء الله. جربوها بصراحه بتخلي البيت ما شاء الله يعني، وسهله جدا وكل المكونات عندنا في البيت. بس اهم حاجه الخطوات، اهم حاجه الخطوات اللي احنا عملناها نمشي عليها بالظبط ومظبوط، هتطلع معاكي احلى قرص بالسكر والسمسم كانك جايباها من مخبز بالظبط. وخلي بالنا في ناس بتعملها باللبن رايب، يعني في ناس بتعجن العجين باللبن الرايب. احنا عملناها في الفيديو زي المخابز بالظبط، ان هي بتتعجن بالميه. لو عملتيها بقى بقشطه، عملتيها باللبن رايب، عملتيها بلبن، مش بتبقى قرصه بالسكر وسمسم، بتقلب على قرص الفلاح الطريه. طبعا احنا كلنا عارفين القرص الطريه بتاعت الفلاحين الفظيعه ديت. فاحنا مش عايزينها تبقى قرصه طريه، احنا عايزينها زي بتاعت المخابز بالظبط، اللي هي احنا بنجيبها فيها تبقى كريسبي شويه على مطه كده حلوه. بجد الوصفه تستاهل ان انتوا تجربوها. يا رب تجربوها وتقولوا لي ايه رايكم. ولو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش تعملوا لنا لايك والسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم مننا كل جديد وكل افكار جديده ان شاء الله. وتصبحوا على الف خير. باي باي.